ولاني واثقه اني بعمل احلى طبق سويت اند ساور، ممكن اتحدى اي مطعم انه يعمله احسن مني. وبعد ما تجربوا طريقتي في الفيديو ده هتتاكدوا من كلامي. تعالوا اقول لكم بعمله ازاي. اول حاجه تبلت قطع الفراخ ملح وفلفل اسود وبصل باودر وتوم باودر وبابريكا. وبعد ما عملت ميكس الفراخ مع التتبيله حطيتهم في دقيق، وبعد كده قليتهم في زيت غزير لغايه ما خدوا اللون الحلو ده واستوت كده وبقت كريسبي، وخرجتها وخليتها على جنب لغايه بقى ما اعمل الصوص. في حلة على النار حطيت فيها شوية من الزيت وشوحت فيها بصل وفلفل ألوان وجزر متقطعين مكعبات. قلبتهم شوية كده على النار لغاية لما يتبلوا بس. وعلى جنب كنت بجهز معلقة كبيرة نشا، معلقتين كبار من السكر، كوباية كبيرة من المية، ودوبت كل ده مع بعض مع المية. وبعد كده حطيتهم على الخضار بعد ما دبل وتشوح كويس. وبعد ما قلبتهم مع بعض ضفت ربع كوباية من الخل الأبيض ونص كوباية من الكاتشب، ورجعت قلبت تاني كل ده مع بعض. وآخر حاجة ضفتها للصوص كانت نص كوباية من الصويا صوص. وفضلت أقلب كده في كل ده لغاية لما الصوص تقل من النشا. وآخر حاجة ضفتها كانت